عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ انا والله العظيم فرحان النهارده، قول لي يعني فرحان امبارح عشان النهارده فاهمني كان الشغل وكده وبتاع. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر بنصور ونقول اللي في رأينا، ويا رب تدعمنا يا معلم عشان نقدر نكمل في المحتوى الجميل ده. وانتوا بيكوا يعني الحمد لله. نتكلم بقى على ماتش الاهلي والرجاء، نبتديها بمنذر الكبير. يا اسطى ركز شويه، واللي قال لك يعني في حوار الماتش بتاع الاهلي والمصري، هو اكيد ما حدش قال له، هو قاعد يدور في 365 فاهمني، فشافها قال لك ايه ده خسران 3-0، ما يعرفش لو منسحب اصلا الاهلي. فما علينا، ماشي الدنيا. احلى مباراه كلحه شفتها في حياتي، احلى مباراه. ايه الكلاحه الجميله دي؟ ايه ده؟ تقول لي ايه الكلاحه دي؟ يا عم ايه الكلاحه الجميله دي؟ يعني الماتش ده النص الاهلي يعني مثلا لما يلعب بره وكسبان كده والدنيا بيس، يلعب بنفس الكلاحه دي. واحب كلاحه مزاجيه، كلاحه حلوه. ايه الكلاحه الجميله دي؟ لا وايه يا معلم، انت بتتكلم في نقطه اللي لعيبه الرجاء. انت تقول يعني فاهم الماتش اللي بتاع السنه اللي فاتت اللي هم طلعوا، لا هم كانوا بيلعبوا كويس، لا السنه دي لا ملهاش لازمه. بالرغم اللي انا قلت لك في الماتش اللي فات هم كانوا بيلعبوا كويس عشان الاهلي ومش عارف ايه، لا يعني ده بان في الشوط التاني. لا هنا بقى في عندهم في الملعب، لا هو بان اصلا اللي يبين اصلا كمان طريقه اللعب دي تضحك. يعني انت دلوقتي ثانيه، انت دلوقتي ماشي بمبدأ ايه؟ انت ماشي بطريقة لعب ازاي؟ انت ولا ماشي بأي طريقة ولا بأي زفت. ما تقنعنيش اللي انت لعبته امبارح ده بزفت. ده بكلمك بالرجاء. ويعني بالرغم ان هم 55,000 ما عملوش تأثير. تخيل يعني، بص هم بيردوا لنا يعني فاهم، يعني اللي حصل في الماتش بتاع الأهلي فاهم، هم بيردوا لنا ما عملوش أي حاجة يا معلم، ولا في أي نوش. انت دلوقتي خلاص يعني اوريدي انت قابلت الترجي، بالرغم النوش اللي حصل لهم ده. الجماهير ضربت في الحكومة والشغل ده خلى الماتش يقف. لدرجة اصلا انا لقيت الماتش في الدقيقة 79 1-0، واللعيبة كملت. بيقولك اللعيبة ريحت سخنت تاني في الفترة اللي كانوا الجماهير بتخبط في بعضيها ايه والامن فاهمني. فما علينا بالنقطة دي. انا اللي عاجبني بقى طريقة اللعب والدفاع، كله جامد. الشناوي جامد، خط النص جامد، بس ما عدا اليو ديانج بصراحه، مش عشان ايه، عشان الكوره. وحاسس اللي هو دماغه مريحه شويه. وبأداء اصلا الرجاء اللي هو عمال يختص حرفيا، الناس اللي طلعوا عليهم اللي هم بيختصوا كده، يختصوا بيختصوا كده. فهي يعني حتى هي تضحك. انت ما عندكش حلول. ومنزل الجبار اصلا مش معترف بيه اصلا من ساعه ما مسك تونس، عشان تونس كانت بتلعب بطريقه اللي هي ايه، ريح ومفيش هجمات مرتده، يعتمد على الركنيات، مش عارف ايه. لا طريقه لعب اصلا مدرب تعبان. وعامه يعني الرجاء عامه، انت كل سنه لمدرب انت مش هتعرف تعمل اي حاجه، ومش مستني نتيجه، مش مستني نتيجه لاي حاجه، وهتطلع برضه من دور، من ربع النهائي لو ما ثبتش على مدرب حتى بفكره او بموضوع. بس اللي عجبني اللي كولر اللي هو راجل يعني قارح شويه، راجل متنوع. راجل لا ماتش مش عارف ايه محتاج هجوم يهاجم، لا الماتش ممكن يكون ضغط عليه لا يدافع، ممكن يدافع عن الماتش ده. وده اللي عجبني فاهمني، اللي كذا ناس بيقولوا ده أدى وبين بطريقة ماتش بتاعت الريال، ماتش بتاع فلامينجو، ماتش بتاع سان داونز. كانت كل الطريقة بطريقة واحدة. بالرغم ان انت لو كنت تابعت الكذا ماتش من دول كنت هتعرف ايه الطريقة ماشية ازاي. ده الموضوع. بس المشكلة برضو في ايه تاني من ناحية المباراة، الموضوع في بين خط النص وبدء الهجمة اللي بتوع الهجوم. بالرغم اللي عجبني بيرس تاو في وقوفه في الكورة، واللي عجبني برضو يعني فاهم حسين الشحات، عشان هو يعتبر هو المبدع، هو يعني يعتبر هو الأحسن في الهجوم. هو بيرس تاو، هو قرار ما كانش فيه كور بتجيله عشان انت فاهم نوعية الماتش وبتاع. بس هي لو كانت بالطريقة دي انا كان رأيي تستنى، يعني تسيب خط النص تمام، وتسيب بيرسي تاو وحسين الشحات عادي تمام، وتخلي تحتيهم مركز 10. تقول ازاي يعني؟ انا كان رأيي يعني فاهم تلعب ب 4-3-1-2، اللي انت تخلي دول هما يطيروا. هتقولي طب مين اللي مستني؟ مع اصل الماتش ده مش محتاج راس حربة اصلا،
انت مش محتاج راس حربة ولا فاهمني تستنى كور ولا بتاع، عشان الماتش برضه ما اكدبش عليك الجماهير ومش عارف ايه. بس انت برضه انت خدت بالك ان حسين الشحات اصلا في ناحيه الشمال اصلا رجليه مقطوعه، وكذا ناس اتكلموا في الحوار ده، ومش انا الواحد اللي اتكلمنا في الحوار ده. بس في حرفيا الرجل مقطوعه. يعني انت الكوره اللي هي المفروض في الدقيقه يا ربي، في الدقيقه يا ربي ايه، اه في الماتش الاخير، انت المفروض تشوطها مش برجليك الشمال، ليه قطمت وقعدت تلف وبتاع والكرة اتقطعت وكملت؟ طب يا جدع مش ملهاش لازمة خالص، ملهاش لازمة. انت كان رجليك الشمال. فده كان برضو بيبين لك ان برضو حسين الشحات مش قوي في ناحية الشمال وجامد في ناحية اليمين، عشان هو على طول بيلطشها برجلين اليمين. فاهمني؟ ده كل الموضوع. وانت فرحان فاهمني، والواحد فرحان برضو اللي انت الاهلي يعني يعتبر خلاص. احساس بقى اللي انت ممكن توصل فاينل، ودي تالت مرة اللي هو تالت مرة، رابع مرة السيمي فاينل. 3 منهم كان نهائي، كسبت منهم 2 وخسرت يعني فيهم 1. وان شاء الله نكسب، يبقى كده يعني عاملين احصائية اللي هو ايه اخر 4 مواسم يبقى فيه 3 للاهلي واخدين بطولة وخسارة 1. وعايزين نقطة برضه كمان، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. هتقول لي على ايه يا اسطى؟ ابص، هي حالة رمضان والعيد جميلة يا عم، اعتبرني بقولها لك. تليفون وقع يا عم عاجبك كده؟ اعتبرني اللي انا بقولها لك في العيد الكبير، ومش هتفرق. وما في غيره يفرحني، دايما معاه والاهلي فوق، عمري عشانه. سلام.